يكملوا اللي هما بيعملوه، وربع ساعة نص ساعة خلصوا نادولها. كانت قعدت معاهم، فالشاب ده استأذن ومشي وساب لها على الترابيزة 500 جنيه. بدأت تجيب شباب أكتر، وبدأ الموضوع هنا بقى شقة دايرة على الضعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. أولا بنعتذر بأن كذا يوم غايبين عن القناة، ولكن رجعنا لكم بحلقة جميلة جدا وهتعجبكم وفيها درس وحكاية مشوقة. حكاية النهاردة لواحدة ست متجوزة راجل محترم، موظف في مكان محترم، بيقبض رقم كويس، عندها 3 أطفال في سنة 6 واللي في سنة 4 وفي سنة 3 ابتدائي، يعني كلهم أطفال في المدارس. يعني ما عندهاش أي سبب مقنع ليه تعمل حاجة غلط، فما فيش أي سبب يخليها تعمل حاجة حرام أو تشتغل في الدعارة. حكاية النهاردة لزوجة سافرت مع جوزها 5 سنين في الكويت، وكان معاهم ولادهم صغيرين. ولادهم دخلوا مدارس هناك، واللي وصل لسنة 6 وسنة 4 وسنة 3 لغاية ما كونوا رقم فلوس كويس. رجعوا مصر، وزوجها ده كان شغال مهندس. فبشغلته دي لما رجع بلده بدأ يدور على وظيفة تاني، ولغاية ما يلاقي وظيفة بالفلوس اللي عملها في السفرية بتاعته اشترى شقة، والشقة دي راح نقلوا سكنوا فيها، وأجر الشقة القديمة بتاعته. وعلى إيجار الشقة على المبلغ اللي فاضل معاه اللي حطه في البنك، بدأ الفلوس دي تجيب لهم دخل يصرف عليهم. وجوزها لقي شغل، ولكن الشغل ده كان بين شقته الجديدة أو بيته لغاية ما يروح وظيفته يوميا حوالي ساعة رايح وساعة راجع، وبيرجع هو على العصر. في الوقت ده لما هي سكنت الزوجة في الشقة الجديدة، طبعا أي حد في مكان جديد بيبدأ يتعرف على جيرانه. فالست دي اتعرفت على واحدة جارتها. جارتها دي ما كانتش متجوزة، كانت مطلقة وعايشة مع والدها ووالدتها. فلما اتصاحبت عليها جات لها جارتها دي وقعدت معاها وقالت لها ده أنا في شاب متقدم لي عايز يتجوزني، فأبويا وأمي رفضوه. أنا عايزة أجيبه يقعد معاكي وتشوفيه، لو هو كويس عرفيه إن هو كويس، لو وحش يبقى عرفي أمي وكده. فصاحبتنا دي وافقت على طول. وفعلا لما عيالها راحوا المدارس الصبح، وجوزها راح الشغل بتاعه الصبح على الساعة 8 الساعة 9، لقيت جارتها دي جايبة خطيبها أو الشاب اللي هي بتحبه، وقعدوا في الأنتريه. دخلت تعمل لهم حاجة يشربوها، طلعت لقيتهم في وضع مش كويس. ما زعلتش وما طردتهمش، رجعت المطبخ تاني وسابتهم يكملوا اللي هما بيعملوه. وربع ساعة نص ساعة خلصوا نادولها. كانت قعدت معاهم، فالشاب ده استأذن ومشي وساب لها على الترابيزة 500 جنيه. فصاحبة الشقة قالت ايه الفلوس دي؟ فهي جارتها دي قالت لها لا ده هو شيك كده ودي حاجة يعني مكان الزيارة، انه دخل ايده فاضية مفيش حاجة في ايده. فخدت ال 500 جنيه، وبعدها بكام يوم جابته هو تاني بنفس الشكل ونفس الكلام، ولكن المرة دي دخلت تعمل لهم فطار، تحضر لهم الأكل، وجارتها بره في الصالة مع الشاب ده والشاب معاها ونفس الكلام، وساب 500 جنيه تاني. بعد كده بدأ يسيب لها 700 جنيه. خلاص بدأت هي تاخد بالها ان ده مقابل ايجار المكان ده في الساعة والساعتين اللي بيقعدوها عندها. بدأت بعد كده تقول لهم طب خش أوضة النوم فاضية، ما هي قاعدة لوحدها في البيت، ندخلهم أوضة النوم وهي تقعد في الصالة أو تحضر لهم الأكل في المطبخ. بدأ الموضوع ده يحصل على كده كل 5-6 أيام بالانتظام ده، لغاية ما جه في مرة جابت شخص تاني. مين؟ جارتها برضه جابت واحد مختلف. فلما سألت لها مين ده؟ قالت لها لا انا اللي فات سبته خلاص
وده شخص جديد، شوفيه كده لو قولي رأيك فيه. وفعلا استمر الموضوع لغاية ما بدأ الرقم من 500 ل 700 بدأت تاخد 1000 جنيه. الموضوع هنا بدأ يبقى رسمي، خلاص اتعرف الموضوع. بدأت البنت دي كمان تجيب صحباتها، وبدأت تجيب شباب أكتر، وبدأ الموضوع هنا بقى شقة دايرة على الدعارة. بدأ الموضوع يكبر، بدأت هي تاخد 1000 و2000 والموضوع بدأ يكبر، الفلوس بدأت تكتر معاها. الغريب إن جوزها ما لاحظش أي حاجة، ما لاحظش أي تغير على مراته. إنها بدأت هي في الاعترافات في النيابة قالت أنا كنت بجيب ذهب وبصرف على البيت. طب الزوج إزاي ما لاحظش الموضوع ده؟ ده لدرجة إنها بتقول جابت عربية ملاكي. طب فالجيران لما شافوا الحاجات المريبة اللي بتحصل في الشقة كل يوم راحوا بلغوا اسم الشرطة. اسم الشرطة بدأوا يعملوا تحريات حوالين الشقة والعمارة، وفعلا جات لهم أخبار إن ده بيحصل يوميا. يوميا الراجل بينزل الشغل والعيال بيروحوا على المدارس، والست دي بتستقبل رجالة وستات مختلفين كل يوم. فبدأوا لازم يقبضوا على الشقة دي متلبسين، ما ينفعوش يدخلوا كده في أي وقت ويقبضوا عليها. فهي ست كده شريفة عفيفة قاعدة لوحدها في البيت أو معاها حد في الشقة في الصالة على الأنتريه ده عادي، دي خصوصية بيوت. فهنا مفيش حد ليه حق إنه يسألهم أنتوا قاعدين ليه كده، فكان لازم يقبضوا عليهم متلبسين. فدخلوا العمارة دي وبدأوا يدوروا على شقة فاضية يتأجروها، وهنا لقيوا شقة في الدور السادس، والجريمة دي كانت بتحصل في الدور الخامس. فبدأوا يراقبوا الشقة اللي في الدور الخامس كل يوم، وفعلا اتأكدوا أكتر إن ده بيحصل يوميا. وجه الميعاد يوم تنفيذ المداهمة على الشقة دي كان في أذان الفجر. الكل اتجمع في الشقة دي، رجال الشرطة والعربيات مركونة تحت ورا العمارة. وعلى الساعة 7 الصبح العيال بينزلوا على المدارس، والساعة 7:30 الزوج بينزل على الشغل بتاعه. وهنا الساعة 8 لقيوا ست داخلة لوحديها الشقة، وعلى بعدها حوالي بربع ساعة لقيوا راجل شكله محترم وماسك في ايده سلسلة المفاتيح بتاعت العربية اللي راكنها تحت، ودخل الشقة. سابوهم نص ساعة كاملة، وهنا دخلوا على الشقة كسروا الباب، دخلوا فجأة لقيوا الست والراجل في أوضة النوم في فعل فاضح، وصاحبة الشقة الزوجة في المطبخ بتحضر لهم الفطار. تم القبض على الثلاثة وراحوا اسم الشرطة، وهناك الزوجة بدأت تعيط واعترفت بكل حاجة، وقالت أنا ضحية لزوجي، زوجي بقاله 2 سنين سايبني وأنا بعمل كده، ولا في يوم اكتشف ولا يوم خد باله إن أنا بعمل كده. فأنا لما لقيت الفلوس جريت في إيدي مرة مع مرة حبيت الموضوع واستمرت فيه، وما كنتش متخيلة إن في يوم الموضوع هيتكشف، لأني أنا ما بشتغلش بالليل. أنا ميعاد شغل كله من الساعة 8 الصبح للظهر، والميعاد ده معظم الناس كلها فيه نايمة. فأنا عمري ما افتكرت إن ممكن الموضوع يتكشف. خدت الاعترافات كلها هي وبتعيط. على العصر لما الزوج جه الجيران عرفوه إن الشرطة قبضت على مراتك، وراح اسم الشرطة وخد الخبر زي الصعقة. مكانش مصدق إن مراته بتدير شقة للدعارة بقالها 2 سنين وهو نايم في العسل. فالزوجة خدت 2 حبس، والراجل خد سنة، والست اللي معاه خدت سنة. والزوج باع الشقة وراح سكن في منطقة تانية. ودي كانت حكاية النهاردة، ورسالة منها إن كل راجل المفروض يحافظ على بيته ويعرف مراته بتعمل إيه ثانية بثانية. ما ينفعش مراتك تبقى بتعمل اللي بتعمله ده وبقالها 2 سنين وانت ولا تعرف أي حاجة. ما ينفعش تشوف فلوس بتجري في إيديها وانت ما تعرفش مصدرها إيه. ما ينفعش إن فجأة تلاقيها جابت ذهب أو غيرت موبايلها لتليفون جديد غالي، والفلوس اللي انت بتديها لها انت عارف اولها واخرها ايه.
فلما تشوف الحاجات دي ما تعملش نفسك انك مش واخد بالك، اكيد في مصيبة بتحصل من وراك. فالرجالة اللي بالنوع ده كتروا النهاردة خالص، فياريت كل واحد ياخد باله يحافظ على بيته. وكده تكون انتهت حلقة النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.